السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الدنجال بطريقه مختلفه واحد شويه، ولكن انا اكيده انه الا جربتوه غادي يعجبكم وغيولي معتمد عندكم. كيجي رائع، من ألذ المرافقات للاطباق ديالنا، خصوصا ملي يكون الحال بارد. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، بقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على طريقه تحضير هذا الزعلوك. اول حاجه عندي هنا الدنجال اللي قطعته مكعبات وكنرقدو في الماء مع الملحه باش يطلق ديك الكحوله. بعد ما صفيته من داك الماء غادي نديرو يتقلى وكنخليه جانبا وندوزو نشوفو باقي المكونات. عندي هنا مطيشه صغيره اللي قسمتها على جوج، وعندي كذلك الفلفل حلوه صغيره درت الصفرة مع الحمراء، وعندنا هنا بصله مشلطه مع ورقه سيدنا موسى والثومه مع شويه ديال الربيع قزبور ومعدنوس، والعطريه اللي عندي فيها التحميره قزبور حبوب يابس البزار الكمون مع شويه ديال الزعتر. في مقله غادي ندير الزيت مع الثومه وغادي نخليها حتى كتطلق ديك النسمه ديالها. غادي نبدا نحرك فيها على النار اللي كتكون مهيله باش ما تحرقش ليا، ومن بعد غادي نضيف البصله مشلضه وورقه سيدنا موسى مع شويه ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش في الاول، وكنخليها حتى كتشحر وكطيح واحد شويه. ومن بعد غادي نضيف ليها مطيشه الصغيره اللي قطعتها على جوج، وغادي نضيف كذلك الفلفله حلوه صغيره صافي، وكنخلط جميع المكونات وغادي نغطيها ونخليها حتى كطيب وحتى كتطلق ديك مطيشه لاصوص ديالها وكتعلك، والفلفله كتقلى في ديك الزويته. ها هي المقيله ديالنا كي ولات، كيف كتشوفوا كتكون المطيشه طلقت ديك لاصوص ديالها. ومن الاحسن في هذه المرحله تضيفوا العطريه ملي كتكون لاصوص باقات كثيره، انا مع التصوير نسيتها. صافي في هذه المرحله غادي نضيف الدنجال وغنضيف كذلك التوابل او العطريه. عندنا هنا بالنسبه للعطريه عندي البزار كمون تحميره قزبر حبوب مطحون مع شويه ديال الزعتر. وكما قلت من الاول العطريه من الاحسن تضيفوها في الاول مع مطيشه والفلفله وكتكون لاصوص باقا كثيره. المهم غادي نخلط جميع المكونات حتى كيتجانسوا ونخلي الدنجال ديالي حتى كيتشرب لاصوص والعطريه كامله. وفي الاخير غادي نضيف شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس مع الحامض مسير، وهذا هو الحامض اللي تيقولوا عليه حايل وتيستعملوه في الطنجيه المراكشيه. يقد يبقى معاك الطعام وما يوقع ليه والو، بالعكس ما تيبقاش حامض، وفي الاخر راه كيكون فيه واحد المزيج ديال الحلاوه والحموضه. المهم راه كيجي زوين بزاف. شي نهار ان شاء الله نشاركو معاكم. نرجعوا الوصفه ديالنا. صافي ملي نضيف هاد المكونات غادي نغطي عليه واحد شويه والدنجال ديالنا راه قرب يوجد. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشليضه ديالنا او زعلوك. صراحه راه كيجي لذيذ بزاف. والدنجال كما كتعرفوا راه كيتحضر بطرق مختلفه، ولكن من بين الطرق اللي كتعجبني هي هذه. كيجي فيها اكثر من رائع، كيجي معلك بديك لاصوص ديال طوماط سوريز وديك الفلفله كتجي بحال مقليه في ديك الزويته. كيجي ماشي غير رائع، اكثر من رائع. وهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو ديالي. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وينال رضاكم. نتلاقى بكم في الفيديو الماجي باذن الله. مع السلامه.